اهلا بيكم في فيلم جديد، فيلم اتعمل كتير ولكن احنا جايين بطريقتنا. استعد للفيلم ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا ببويكا بيكون قاعد في السجن ومره واحده ظابط ومسجون تاني بيجوا عليه. الواد ده بيقول له جاهز ولا ايه؟ بويكا بيقول له اطلع من هنا يا ابن الهرمه. بعد كده بنشوف الملاكم جورج واللي بيكون بيعمل اعلان لمشروب معين لحد ما المخرج الاعلان بيقول له خلاص ما تكملش انت بتتكلم روسي غلط، ولكن جورج بيقول له ده اللي قدرت عليه. المخرج بيقول له لازم نعيد مره تانية. ساعتها جورج بيتعصب وبيكسر الازازه دي. المساعد بتاعه بيروح له بيقول له بص يا جورج انت اتغيرت كتير عن الاول، وبعدين دلوقتي احنا محتاجين للجنيه وانا بحاول اوقفك على رجلك من جديد علشان يكون معاك فلوس كتيره، يا ريت تعمل اللي المخرج يطلبه منك. المهم بيوافق وبيستسلم للامر الواقع. بعد كده بنشوف جاجا بيكون قاعد ومستني مباراه ملاكمه لملاكم عنتيل ما بيخسرش نهائي. بعد كده بنشوف الوحش الجبار والكل بيهتف باسمه بويكا. بيستعد علشان يطلع للحلبة، وكمان جاجا وكل رجالته بيستعدوا علشان يشوفوا المباراة النارية اللي هتحصل دلوقتي. الناحية التانية الملاكم اللي هيلاعب بويكا بيطلع للحلبة، وساعتها المذيع بيفضل يقول دلوقتي اقدم لكم وحش السجن بالكامل. وحش لعب 34 مباراة وما خسرش منهم ولا واحدة وهو بويكا. بيطلع للحلبة وبيعمل حركة جبارة. في نفس الوقت بنشوف مجموعة من العصابة بيتجهوا لغرفة جورج. وفي الوقت ده مباراة بويكا بتبدأ وخصمه بيكون باين عليه قوي شويتين، ولكن بويكا جامد متين وحركة رايقة منه بيجيبه على الأرض. وخصمه بيقوم من جديد لكن بويكا بيجيبه على الكورنر ده وواحدة منه جمدان بيسيطر عليه. بيكمل عليه من جديد لحد ما بيجيبه على الارض والكل بيكون فرحان بيه. والمطارده بتكون طويله لكن بويكا على القمه ومسيطر. على الناحيه الثانيه بنشوف جورج واللي بيكون راجع لغرفته، وبنشوف ان العصابه دي بيحطوا له في كل مكان مخدرات. بيخش اوضته واثنين من العصابه بيطاردوا فيه لكن بيريح الاولاني وبيمسك الثاني وبيقول له انتوا مين وبتعملوا ايه هنا؟ لكن واحد منهم من وراه بيجي يضربه على دماغه وبيفقدوا الوعي وبيجروا فورا من المكان. على الجهه الثانيه بويكا بيكون خلاص سيطر وشبه خلص على خصمه، وساعتها بويكا بيقف من جديد وبيبص لرئيس السجن وفجاه الواد ده بيقوم من جديد. ساعتها بقى بويكا بيتعصب واخيرا رجل قويه منه يخلص عليه. وبننتقل لجورج ولما فاق بيلاقي الشرطه في المكان وهو بيقول للمساعد بتاعه مين الناس اللي هجموا عليا دول؟ ساعتها المساعد بتاعه بيقول له ما اعرفش، لكن هو بيقول له الفندق ده ما فيهوش كاميرات مراقبه ولا ايه؟ لكن مساعده بيقول له ما اعرفش برضه. انتقل لبويكا من جديد والراجل ده بيقول له على كده ما حدش هيقدر يوقفك ولا يصده قدامك، وعلى فكره انا متوقع لك ان انت لما تطلع من هنا هتكون راجل غني ومعاك فلوس كتيره. الراجل بيعوره بالغلط لكن ساعتها بويكا بيتعصب وبيقول له اديني ايدك. الراجل ما بيرضاش ولكن غصب عنه بويكا بيمسكها وبيكون هيعوره، لكن حد تاني بيجي بيقول له سمعت على اللي حصل ولا لا؟ بويكا بيقول له سمعت ايه؟ بيقول له الشرطه في اوضته دلوقتي هيكون هنا بكره. بويكا ما بيسكتش عن حقه وبيعول الراجل زي ما عوره. بعد كده بنشوف الشرطي ده واللي بيلاقي مخدرات في اوضه جورج وبيروح له بيقول له المخدرات دي بتاعتك؟ لكن جورج بيقول له الحاجه دي مش بتاعتي. ساعتها الضابط بيقول له الكلام ده تقوله في النيابه وبيقبض عليه. وساعتها الاعلام كله بيتكلم عن خبر حبس جورج لان كان بطل عالم قبل كده. المهم بعد ما بيقبضوا عليه بيحولوه لسجن روسيا اللي موجود فيه بويكا. بنشوف بويكا من جديد واللي بيكون قاعد وفجاه واحد من المساجين بيقول له وصل خلاص. وجورج لما بينزل من العربيه بيستغرب لما بيلاقي عدد من المساجين معجبه بيه، لكن العنيد بيحضر في المكان وبيفضل يبص له بنظرات كره. الشرطه بتاخد جورج علشان يحققوا معاه، وساعتها مأمور السجن بيقول له في يوم من الايام كنت مشجع لكن طلعت تاجر مخدرات كبير. كده بنشوفه بيتجه للمكان ده علشان ياخد لبس المساجين. الشرطي ده بيقول له هتستحمى زي الكلب قدامنا، لكن هو بيتريق عليه وبيقول له ابعد عني علشان مش هعمل منك شاورما. لكن ساعتها الشرطي بيطلع عليه العيال دي، لكن جورج مش بيفرق معاه وبيعلم عليهم واحد ورا التاني. وساعتها الشرطي بيضرب جرس الانذار ولكن في الاخر بيخلوه يستحمى قدامهم. بعدها بيطلع وهو ماشي في حد من المساجين بيكب عليه الميه دي وبيقول له دي هديه من عمك البطل بويكا. ساعتها جورج بيتعصب وبيمسك ايده وما بيكونش عايز يسيبه خالص، لكن الشرطه بيقدروا يسحبوه وبيحبسوه هنا مع الراجل ده. والراجل ده بيقول له انت بخير يا بطل؟ لكن جورج بيقول له ابعد عني ما تتكلمش معايا. الصبحيه الشرطه بيضربوا الجرس علشان المساجين تصحى، والراجل ده من جديد بيقول له جورج مش قصدي ازعجك بس لازم تقوم، وبيقول له لو مش قمت دلوقتي هيقفلوا عليك كده مش هتاكل ولا حتى هتشوف الشمس. ساعتها جورج بيقول له انا لازم اتعلم ازاي اعيش هنا. بنشوف المساجين كلهم بياكلوا وساعتها جورج بيروح عليهم وكلهم بيبصوا له بنظرات غريبه، هو كمان بيفضل يبص ليهم وبيروح ياخد وجبته. وساعتها الشخص ده بيقول له دي مش 5 نجوم زي اللي انت متعود عليها. ياخد الوجبه وبيمشي، وساعتها الشخص ده بياخد وجبته ولكن فجاه بيلاقيه بياخد مخدرات من الراجل ده وبنعرف ان الشخص ده مدمن مخدرات. جورج بيروح علشان ياكل وفي نفس الوقت الراجل ده بيجي عليه وبيقول مش عايز تكون صاحب ليا ولا ايه؟ ما بيردش عليه ولكن الراجل بيروح يقعد معاه. ساعتها جورج بيقول له انت مالك كده يا عم انت عمال تتلزق فيا؟ يقول له انا اسف بس الامر كله انك بطل عالم وبنحبك. فجاه بيحضر الجبار بويكا. الواد بيقول له اقترح عليك انك تمشي دلوقتي. كل المساجين بيقوموا احتراما لبويكا، لا جورج هو الوحيد اللي بيفضل قاعد. واحد من رجاله بويكا بيروح لجورج وبيقول له قوم وقف انت مش شايف بويكا حضر في المكان؟ وساعتها جورج ما بيعبروش
الواد بيكرر تاني وبيقول له قوم اقف. جورج بيمسك ايده وبعدها بيديله لكمه قويه وبيرقده مكانه. بيروح يقف قدام بويكا وبيفضل يتريق عليه، لكن بويكا بيقول له انت كنت بطل كبير في يوم من الايام، بس ده كان زمان، وهنا انا البطل الوحيد وانت مجرد نمله هنا. لكن جورج ما بيكونش خايف منه وبيرمي الميه دي في وشه. بويكا بيتعصب وبيكسر المقعد ده وبيهجم عليه وهما الاثنين بيقعوا على الارض. مأمور السجن بيحضر من جديد وبيقول للعساكر وقفوهم. بعدها بنشوف بويكا بيقول لمأمور السجن انت ليه وقفتني؟ انت مفكر انه كنت خايف منه؟ مدير السجن بيقول له انا قلت لك قبل كده ان انت هتاخد فرصتك معاه. بيقول له الفرصه كانت موجوده بس انت اهدرتها. بويكا بيقول لهم ما حدش هيقدر يوقفنا على اللي بعمله. لكن المدير بيقول له احنا هنا مش عشان نوقفك، احنا عايزين كل حاجه تكون قانوني وعلى الحلبه. في الوقت ده بنشوف مساعد جورج واللي بيقول له انا حاولت باقصى جهدي علشان اجيب فلوس علشان اطلعك بيها، ولكن اللي وصلت له ان ده كله هيحصل خلال شهر واحد. بيقول له شهر ايه؟ لازم تروح دلوقتي وتجيب لي محامين علشان يخرجوني من هنا. بيقول له هعمل كده بس محتاج شويه وقت. ساعتها بيتعصب عليه وبيقول له انت مش حاسس بيا، وبيمشي من قدامه. وهو واقف بيلاقي شويه مجرمين بيضربوا صاحبه، لكن هو علشان جبار بيروح يساعد صاحبه وبيضربهم كلهم وبيمشي من المكان. ساعتها الشخص ده بيروح وراه وبيشكره وبيقول له شكرا عشان ساعدتني. لكن جورج بيكون ردة فعله مختلفه، بيقول له انا عملت كده علشان بحب اشوف حد بيتنمر على اي مخلوق قدامي. بيقول له اسمع يا جورج، في حاجه لازم تعرفها عن المكان ده حتى لو كنت هتطلع من هنا. بيقول له ايه هي؟ بيقول له السجن ده كله بكل اللي فيه فهم تحت رئيسهم واللي هو جاجا، ولازم تمشي مع الاحداث وتسمع كلامهم علشان ده هيكون احسن ليك. لكن جورج بيقول له هي طريقتي الخاصه واللي هتعامل بيها. بيقول له ايه هي طريقتك؟ بيقول له اني اجيب عدو تحت رجلي، وبيمشي من المكان. بعد كده بنشوف بويكا واللي بيشوف رجالته مضروبين وبيقول لهم ايه اللي حصل. شاوروا له على جورج وساعتها بيروح له وبيتعصب وبيقول له ما تفكرش ان انت جاي هنا علشان تعمل اللي انت عاوزه، كل حاجه هنا تحت رعايتي. وبيقول له لو انت قوي للدرجه دي تعالى لي في قتال على الحلبه. ساعتها بيتعاركوا مع بعض من جديد ولكن الشرطه بيوقفوهم من تاني. بعد كده بنشوف ان كل الناس بتراهن على بويكا على انه هو اللي هيكسب القتال. رئيس السجن بيكلم جاجا وبيقول له القتال هيبدا بعد ربع ساعه. في الوقت ده بويكا بيخش قتال مع الحزين ده وجورج بيشاهد المباراه. بويكا بيكون مسيطر تماما وواحده منه رايقه قوي بيجيب خصمه على الارض. خصمه بيقوم من جديد لكن واحده منه عالميه لولبيه جويه بيديها له على الطاير بيناوله وبيجيبه على الارض. الراجل بيقوم من تاني لكن بويكا بيتعامل وبيجيبه على الارض من جديد وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيخلص عليه. وبيقوم وبيكون غضبان وبيفضل يشاور لجورج علشان يقوم ينزل للحلبه. بعدها بنشوف جورج ومره واحده الظباط دول بيجوا عليه وبيقولوا له المأمور عاوزك. بيقول لهم انا مش عايز اشوف حد، لكن بيروحوا عليه وهو بيتعامل معاهم. طبعا الانذار بيضرب وكلهم بيتلموا عليه وبعدها بنشوفهم مكتفينه وبيضربوا فيه. المأمور بيجيبه بيقول له انت بتصعب الامور على نفسك، في طريقه علشان تكون احسن من كده. انت شفت البطل بتاعنا بويكا، احنا بقى عايزين نعمل القتال بينك وبينه. لكن هو بيقول له انا مش عايز اشارك. بيقول له لو قبلت هتلاقي الامور مريحه قوي هنا. ما بيرضاش وساعتها بيعاملوه معامله مش حلوه وبيخلوه يشتغل شغلانه مش حلوه غصب عنه. في الوقت ده بنشوف صاحب جورج ومره واحده بيجي عليه رجاله بويكا بيديله مخدرات وبيقول له هجيب لك منها كتير بس لو اقنعت جورج انه يقاتل بويكا. في نفس الوقت بنشوف جورج واللي بيكون بيتمشى وفجاه رجاله بويكا بيحضروا في المكان وبيقولوا له في رساله جايه لك من عمك بويكا. بيحاولوا يطردوه لكن هو فنان وبيتعامل معاهم. كمان العجوز ده بيجي يساعده. الضباط بيحضروا في المكان وساعتها بيحبسوه حبس انفرادي في مكان مليان بالفيران. بنشوف بويكا من جديد والضابط ده بيجي وبيقول له هو دلوقتي في الحفره وفي المكان ده كل الناس بيغيروا رايهم. بنشوف جورج واللي بيكون محبوس هنا وبيكون حواليه فيران كتير وبيكون باين عليه التعب لحد ما فجأة العجوز ده بيجي عليه وبيقول له اسمعني وبيكون جايب له ميه وساعتها بيقول له انت بتعمل معايا كده ليه؟ بيقول له اشرب واخرس. بيديله اكل كمان. جورج بيقول له ايه السبب؟ فبيقول له انت ما ساعدتش حد قبل كده ولا ايه؟ بيقول له مشكلتك ان انت مش بتتقبل الحقيقه. وساعتها جورج بيقول له الحقيقه ان التهمه اللي بسببها انا موجود هنا هي تهمه متلفقه ليا. ساعتها العجوز بيقول له انت دماغك ناشفه ومش هيطلعوك من هنا الا وانت مغير رايك وبيمشي من المكان. ثاني يوم بنشوف المأمور بيحضر وبيقول لرجالته نظفوه. بعدها بيحضروا للمكان ده واللي بيكون فيه اكل عالي وفجاه بيجي عليه جاجا. بيقول له انت عارف انا مين يا جورج؟ بيقول له انت الكلب الكبير مش كده؟ بيقول له ايوه انا الكلب الكبير. جورج بيقول له وانت مش عارف ان هموتك دلوقتي؟ ولكن فجاه رجالته بيحضروا في المكان. جاجا بيقول له خليني اوضح لك الدنيا، انا راجل اعمال كبير ودي مساله شغل بالنسبه لي. انا جبتك هنا علشان اقول لك ان اقدر اخرجك من هنا وطبعا الاختيار ليه. بيقول لهم انت عايزين اخش قتال مع الفار اللي اسمه بويكا مظبوط؟ ساعتها جاجا بيقول له مظبوط. ساعتها جورج بيقول له لو ما عملتش كده بيقول له هتفضل بقيه عمرك في السجن. ساعتها جورج بيقول له عندي راجل ب 100 راجل هيساعدني ان اخرج من هنا، هو المساعد بتاعي. انما حركه بسيطه من جاجا المساعد بتاع جورج بيحضر في المكان. جورج بيستغرب والمساعد بتاعه بيقول له جاجا بنفسه بيتكلم معاه، لو سمعت كلامه هيكون معانا فلوس ملهاش اول من اخر، وقالوا لي ان كل حاجه هتكون سريعه وانك هتخرج في خلال اسبوع، الفلوس هتكون كتيره، انت مستني ايه؟ ساعتها جورج بيتعصب لكن كل رجاله جاجا بيرفعوا عليه السلاح. في الوقت ده بويكا بيكون قاعد بيلعب شطرنج. فجاه صاحبه بيجي عليه وبيقول له في خبر لسه طازه. الناحيه الثانيه جورج بيتمشى مع صاحبه وصاحبه بيقول له انا فرحان قوي. يقول له انت فرحان ليه؟ يقول له انا فرحان علشان هتقاتل بويكا والحماس ماليني. وبنعرف من هنا ان جورج قبل انه يخش في قتال
يشتغل مع بويكا. بالليل بنشوفهم نايمين والواد ده بيكلم جورج وبيقول له لو خرجت من هنا ايه اول حاجه هتعملها؟ له مش عارف يا ستيفن. ساعتها ستيفن بيقول له انا لو خرجت من هنا اول حاجه هعملها هشوف مراتي. جورج بيقول له هتخرج من هنا امتى؟ بيقول له بعد 12 سنه. تاني يوم بنشوف بويكا بيتدرب تدريبات من نار. الوقت ده جورج بيخش عليه عشان جه دوره يتدرب، هو كمان ساعتها بيتدرب تدريبات من نار، وستيفن صاحبه بيساعده في كل تدريباته، وبويكا برضه مكمل في تدريباته اللي بتكون تقيله عن تقيله، ده غير انه بيتدرب على زمايله كمان. بالليل بنشوف ستيفن ومره واحده من جديد رجاله بويكا بيجوا عليه، ولكن هو بيقول لهم انا عملت اللي انت قلت لي عليه، خليته يقبل انه يقاتل بويكا. يقولوا له لسه باقي حاجه واحده بس. واخيرا بقى جه دور القتال الجبار العنيف. المذيع بيقدمه بيقول لكل الحضور المباراه اللي الكل منتظرها. على اليمين الراجل العنيد اللي من امريكا ومعاه 38 فوز وما خسرش ولا مباراه وهو جورج، وعلى شمال العنيد بويكا اللي مش محتاج تقديم اصلا وهو الجبار بويكا. الحكم بيقول لهم على القوانين، وساعتها بويكا بيقول لجورج هكسبك في لعبتك. بيبدا القتال، الاثنين بيكونوا جامدين وجورج بيكون مركز قوي. في الوقت ده رجاله بويكا بيروح لستيفن وبيدوا له ازازه الميه دي واللي بيكون فيها مخدر، بيحطها مكان ازازه الميه بتاعت جورج، واللي بيكون ملاحظ كل ده هو العجوز. المهم جورج بيكون مسيطر على بويكا والسيطره بتكون قويه لحد ما بويكا بيقع على الارض. بيقوم من جديد وغضبان قوي، بيبدا يسيطر شويه على جورج وبيجيبه على الارض. بيقوموا من جديد وواحده قويه من بويكا في نص وش جورج. اول جوله بتخلص وجورج بيروح يشرب من الميه دي، وبعدها بيحس باحساس غريب. بويكا بيسيطر عليه سيطره شديده وواحده منه قويه، بيجيبه على الارض وبيكسب القتال. تاني يوم جورج بيفوق وبيلاقي العجوز ده قدامه، بيقول له وايه اللي حصل؟ بيقول له خدروك. ساعتها جورج اول ما بيتكلم بيقول ستيفن وبيتضايق منه قوي وبيتحرك فورا عليه وبيكون باين عليه الغضب الشديد، ولكن اول ما بيروح يلاقيه شانق نفسه وسايب له رساله. فورا بيتجه لبويكا وبيقول له انت جبان. بويكا بيستغرب بيقول له انا اللي جبان؟ بص على وشك وتعالى اتكلم معايا. بيقول له القتال اللي حصل ده مش قانوني وانت خليت ستيفن يخدرني علشان تكسب القتال. الكل بيستغرب، وساعتها بويكا بيقول انا افضل مقاتل في العالم ومش محتاج ان صاحبك المدمن علشان يساعدني ان اكسبك. جورج بيقول له تخدر خصومك وبتقول ان انت كسبت. ساعتها بويكا بيقول له انا مش عارف انت بتتكلم على ايه. بيقول له انت بتدور على اي حجه علشان مش تبان ان انت خسرت. المهم المأمور بيحضر في المكان وبيقول لهم اهدوا، وبيقول له جورج ارجع لزنزانتك. ساعتها جورج بيقول له انت مش تمام علشان انا وثقت فيه. بيتعصب عليه وبيضرب المأمور ضربه قويه وبيجيبه على الارض. الظباط كلهم بياخدوا جورج وبيكتفوه بره وبيفضلوا يضربوا فيه. ساعتها بويكا بيكلم صحابه بيقول لهم تعرفوا حاجه عن المخدر اللي حصل ده؟ ساعتها بيعرف ان هم اللي عملوا كده، وفورا بيخلص على صاحبه ده والتاني بيحصله. ساعتها جورج بيكون متكتف بره في نص البر، بيفضل على كده كذا يوم ورا بعض. يوم من الايام المساجين دول بيروحوا عليه يبصوا عليه. جورج بيقول لهم انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ ولكن فجاه الراجل ده بيغطيه بالشال ده، والتاني بيلبسه الطاقيه وبيساعدوه كمان وبياكلوه وبيشربوه كمان. جورج بيكون مستغرب جدا من اللي بيحصل. والليل بنشوف ان المأمور عارف ان في حد ساعد جورج وبيكون مجمع كل المساجين وبيقول لهم مين فيكم اللي ساعد جورج؟ الثلاثه دول بيطلعوا قدام، ولكن فجاه كل المساجين بيتجمعوا على هم اللي ساعدوا جورج وبيطلعوا هم الكل اللي قدام. ساعتها المأمور بيقول لهم بسبب عملتكم ديت هتفضلوا واقفين في البرد يوم كامل، وابن الهرمه بيمشي من المكان. ثاني يوم بنشوفهم بيفكوا جورج، ومره ثانيه وجاجا بيقول له انا قلت لك 100 مره ما تعملش حاجه من دماغك، اخرس ومش تتكلم خالص. بيقول له افتح الباب. قابل جورج وجورج بيقول له في اتفاق بينا ان اقاتل وانت تخرجني. هنا جاجا بيقول له الاتفاق هو انك كنت تفوز. بيقول له خدروني وانت عارف كل حاجه. بيقول له ايوه انا عرفت، ولكن المره الجايه المنافسه هتكون شريفه. لكن جورج بيقول له مفيش مره ثانيه خلاص. ساعتها جاجا بيقول له انا بدور على الفلوس وانت بتدور على الحريه الخاصه بيك. ساعتها جورج بيقول له من غير تخدير انا موافق، ولا ليا ولا بويكا علشان المنافسه تكون شريفه، محتاج منك حاجه ثانيه. وطلبه الثاني هو انه يجيب شويه هدوم لكل المساجين اللي ساعدوه، وفعلا ده بيحصل. بنشوفه بيتدرب تدريبات من نار وبكده يكون شبه جاهز للمباراه. بنشوف بويكا بيلعب كام مباراه وجورج بيراقبه علشان يعرف كل طرق لعبه، ومن وقت للتاني جورج بيتدرب ويفتكر كل اساليب بويكا في القتال. وكمان العجوز ده بيديله شويه نصايح عن قتال الشوارع. وفي الوقت ده بنشوف ان كل الناس راهنوا على بويكا وبعض منهم بيراهنوا على جورج. مره ثانيه بنشوف العجوز بيقول لجورج خليك فاكر يا جورج بمجرد ما ينتهي القتال لازم تمشي بسرعه من غير ما تبص وراك حتى، وبعدها بيطلع علشان يكون جاهز للقتال. القتال بيبدا وهما الاثنين بيكونوا جامدين، وجورج بيسيطر على بويكا، وساعتها بويكا بيتعصب وبيفضل يعمل حركات، لكن كمان جورج بيسيطر عليه. ولكن اول جوله بتخلص والجوله الثانيه بتبدا وبويكا بيكون مسيطر شويه، لكن جورج الجبار بيرجع تركيزه وبيسيطر عليه. المهم السيطره بتكون من جورج على بويكا، وبيقدر جورج انه يكسر رجل بويكا، وناس كتيره فرحانه بجورج، وكمان جاجا بيكون فرحان بمكسب جورج. في الوقت ده بنشوف جورج من جديد واللي بيكون خارج من هنا، ومره واحده جاجا بيقف وبيقول له مبروك على المكسب يا جورج. ساعتها جورج بيقول له انا طالع من هنا مش كده؟ بيقول له لحظه واحده، بيقول له نصيبه من المكسب، وبيقول له ممكن ناخد صوره مش علشاني، علشان ابن اخويا بيحبك. لكن جورج بيقول له انا مش هنسى اللي انت عملته فيا وهوريك انا هعمل ايه، وده وعد مني. بيكون ماشي، ولكن فجاه بيرجع للمأمور وبيقول له عايز اعمل اتفاق. بيديله شنطه الفلوس دي، وبعدها بيروح للعجوز، والعجوز بيقول له انت جاي هنا علشان تودعني؟ بيقول له ايوه، ولكن فجاه بنشوفه طلعه براءه بالفلوس اللي اخدها من جاجا. وبعدها جورج بياخد العجوز وبيخليه يشوف بنته وبيمشي من المكان. وبكده بقى ده يكون ملخص الجزء الاول من سلسله افلام بويكا. اشترك علشان ننزل بقيه الاجزاء، ويلا سلام.